ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يلا ما تنسوناش في اللايك والاشتراك. هنعمل لكم النهارده بقى توم باودر وبصل باودر وبرتقان على قشر برتقان على قشر يوسفندي، طحنينه ومنشفينه وطحنينه، عاملينه بقى كده شايفين ناعم وجميل خالص ازاي بعد ما طحناه في المفرمه. إيه كده بقى نعمل منه بخور، ونعمل منه نغسل منه فراخنا ولحمتنا وسمكنا، ونعمل منه كيكة ونعمل منه كل حاجة، وتبقى حاجتنا في البيت نظيفة ومعمولة بعمايل ايدنا، مفيش فيها عليها مواد حافظة ولا عليها اي حاجة، وكمان بتكلفة بسيطة خالص خالص بحاجات بنرميها. بصلتين تلاتة هنعملهم، هنملى برطمان صغنون، شوية توم باودر من القشر كمان، ولو عايزة تعملي فصوص، لو بس القشر منه لسه اخضر ولسه طالع قلنا نستفاد منه، ونعمل حاجتنا كده تبقى جميلة وموفرة جدا بدل ما نشتريها بالفلوس، ومفيش اي تكلفة. واللي اتبقى من المصفى اللي احنا نخلناه ده هنرمي له الطيور بتاعتنا برضو، مش هنرميه. شفتوا بقى احنا محافظين قوي قد ايه. وبرضه لو انت عايزه تشيل من ده حبات حبات كده، تحط لطيورك الكتاكيت كده بقى الجميله، يرفع مناعتهم وخلي مناعتهم قويه وجميله جدا، وياكلوا معاكي ويبقوا زي الفل. تمام. يعني التوم باودر والبصل باودر ده على شويه ملح كده اما يتحط للطيور ما شاء الله بيخلوهم ياكلوا بيبقوا زي العسل، احسن من العلاج البشر او البيطر. معانا القشر اهوت جايبناه، وده التوم الفريش اهو اللي احنا مقشرينه، على فكره ده توم جديد، وبرضه انا مخزناه معاكم في القناه قبل كده، وهخزن برضه منه شويه في اخر الفيديو، يبقى بطريقه غير الطريقه اللي انا عاملاها في الفيديو قبل كده. قشرناه، خدنا شويه كده مع القشر ده طري مش ناشف عشان يدي الريحه برضه، وبدل ما نرميه يا حبايبي خساره هنستفاد منه. وهنخرط كده شويه توم عليه، 7 8 10 فصوص، عايزة كله توم ماشي، عايزة كله قشر ماشي، ده ينفع وده ينفع. عايزة تعملي القشر وتنشفيه وتحمصيه وتعملي له الطيور والغسيل برضو الفراخ والحاجة عندك برضو مفيش مشكلة، واعملي اللي هي الفصوص للطبيخ، حمصيه برضو في نفس التحميصة اللي انا عاملاه ده اهي ده، واعملي للطبيخ. ده البصل خرطناه زي ما انتم شايفين كده، طبعا غاسلين الحاجة ومنشفينها بمنديل المطبخ. وده التوم حطينا ده في الميكروويف وده في الفرن، لان ما فيش عندي الفرن ما ياخدش الاتنين مع بعض، عشان انا مفرده جامد ما تحطوش على بعض. وكل 10 دقايق قلبيه، كل 10 دقايق قلبيه ده او ده عشان يتحمص معاكي ولحد ما يقرمش خالص كده. شايفين بيفرك ازاي بالايد؟ لما تقرمش قوي وتحمص هتلاقيه بيفرك في ايدك. تسيبيه يبرد شويه وبعدين تطحنيه في المطحنه. البصل على فكرة ده اغمق شوية، نرميته وعملت غيره وقدمته في اخر القناة برضه مع مع التوم. ترش شوية ملح على البصل، ترش شوية ملح على التوم، ونرش شوية فلفل اسمر هنا وشوية هنا علشان برضو الملح مادة حافظة ويحفظوا معانا وخليه حلو، وشوية بابريكا هنا وشوية بابريكا هنا، يعني حاجة تديلها تطعيمة كده. نمسح بقى الصينية بتاعتنا دي بتاعت الميكروويف، لان كان الفرن مشغول عندي. خدت القشر اليوسفندي وقشر البرتقال بعد ما غسلته، وطبعا البرتقال البلدي احلى كمان من ابو سرة. ويا حبايبي نقطعه حتت صغيرة، وبرضه يساب يحمص كده حوالي نص ساعة، ساعة مش هيكمل ساعة، ممكن من نص 3/4 ساعة كده. ده اتحمص وده اتحمص وده اتحمص. وده التوم اللي احنا فرمناه اللي هو كان معايا حب الوقت. عملناه ازاي؟ في كيس تلاجة وتفرديه خالص، حطينا عليه زيت زيتون ومعلقة ملح للكيلو علشان زيت الزيتون يحفظه وما يخليه متغلف كده بغلاف، والملح يحفظه، والزيت الزيتون لما يتغلف ما يطلعش ريحة معانا وبرضه يحفظه. ونفرق وتبططيه خالص في كيس التلاجة، تحطيه في علبة تلف الكيس وتحطيه في العلبة على حتة فحمة او من غير فحمة حتى. العلبة طول ما هي مقفولة قوي ومتبسترة قوي وهي مش هتطلع اي ريحة في الفريزر، والله حطاه ما شاء الله ما في ليه ريحة، اي ريحة نهائي
بالذات اللي انا عاملاه كمان قبل ده اللي هو في دوائر صغننه، ما فيش اي ريحه طالعه. ده بعد ما خلصناه طحنا ده وطحنا ده. وزي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي معانا اهو. متنسوناش في اللايك والاشتراك لو عجبكم الفيديو. مطبخ حنان الكلاب. باي.